السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب ان الجميع يكون بخير. كل عام وحضراتكم بخير. طبعا هفضل كل فيديو كده اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رجب وشعبان ورمضان، ان شاء الله ربنا يعود علينا الايام كلها بخير يا رب. خير الكلام وهو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل بلد وفي كل حين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ارفع راية الحق راية الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. النهارده هنعمل مع بعض غدا جميل جدا 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 جدا. هقول لكم الأسعار وهقول لكم ازاي ننضف السمك الجميل ده وندردش شويه مع بعض في الفيديو. اول حاجه انا جبت مجد سمك مرجان. ده صغير، انا لما رحت السوق شفته، ده كان عامل 50 جنيه الكيلو. انا عايزه اقولك ان اسماك البحر قد ايه موفره جدا معاكي. آه، موفره من حيث ايه؟ آه، الكيلو مثلا بيبقى كتير، يعني كميه بيرمي معاك كميه. يعني انت لو اسره صغيره ممكن تجيبي الكيلو تعمليه على مرتين. فماني موفر معاكي من ناحيه الفلوس ومن ناحيه الميزان، ان هو بيرمي معاكي كميه. انت عندك عزومه، آه، عايزه تزودي يعني بتحبي تزودي العزومه، مثلا تزودي بايه؟ باسماك زي المرجان، الموزه، المكرونه، الاسماك اللي هي الكتيره اللي هي بتاعت البحر دي، بتبقى جميله جدا وبتبقى صغيره وفي نفس الوقت بتعمل معاكي كميه كتير جدا في الميزان. ولو جيتوا للحق يعني في اسماك كتيره ارخص من البولتي والحاجات اللي احنا بنشتروها، زي البولتي والبوري والشخوره والماكريل والحاجات دي. في يعني ده مثلا جبت كيلو ب50 جنيه، رمى معايا كميه حلوه جدا. بص بقى، انا اما بجيب السمك لازم افضيه من الكيسه بتاعته واغسله. يعني شطفتين تلاتة كده سريع، يعني مش لازم نقع وحاجات من دي، لا لا. بشطفه كده قبل ما انضفه كده شطفتين تلاتة كده على السريع. بعد كده بقى ايه؟ احط شويه ميه صغيرين. انت بقى في ناس بيجيبوا كيسه وتنضفي تنظيف السمك كله في قلب الكيس وترمي بقى الكيس بحاله كده بتنظيفه. انا ما بعرفش اعمل كده، لازم الميه تبقى موجوده معايا. آه بصي انا هنا بوريكي ان هي السمكه، بصي واكله جمبري، لان المرجان ده دايما المرجان بياكل جمبري، يعني غذاه كله على الجمبري. بصي انا بوريها لك اهوت. بصي الجمبريه، على فكره قابلتني كذا واحده كده. آه فالمرجان بحبه جدا جدا، لانه يعتبر من فصيله الجمبري والحاجات دي اللي مليان فسفور. حتى لو تشوفيه كده تلاقي قلبه من جوه فسفور، لونه ايه؟ لونه هو الفسفوري ده. آه، فانا بغسله كويس جدا، بعد كده بنضفه وافتح قلبه واشيل بقى ايه اللي هي الشوك بتاعه بالمقص، اقصه بالمقص كده يعني. اديله شطفه كويسه، ولما اخلص واجي شطفه تاني. بص عشان ما مبهدلش الحوض وتسد الحوض في قلب الصفايه كده، وفضي الميه بتاعتها كلها في قلب الصفايه ديت، وبعد كده ارجعي اشطفيه تاني. بعد كده برجع انقعه بليمون ودقيق. ليمون ودقيق، وممكن تحطي كمان شويه ملح كمان معاهم. انا بفضل اغسله كده ايه بتاع حوالي 3 4 مرات لغايه لما اتاكد ان هو نضيف. بعد كده نقعيه بقى. النقع بقى بيطلع اي زفره منه او اي ريحه مش حباها، او اي فيه لو فيه حاجات لسه لازقه في بطنه كده من جوه هتلاقيها طلعت لوحدها بكل سهوله. آم، المرجان انا بقول لك دايما بحبه من احلى الاسماك اللي انا بحبها كطعم. ولما بتيجي تحمريه كده بيبقى طعمه جميل جدا كده، تاكليه تحسي انت بتاكلي جمبري كده، لان انا بقول لك غذاه كله كله على الجمبري. المهم بقى انا ايه نقعته بقى كده. النقعه بتاعتي حطيت بس ليمونه كده عصرتها، وحطيت شويه دقيق، وهسيبه بقى كده منقوع في الميه حوالي ايه، يعني نص ساعه او عقبال ما انضف السمك التاني. جايبه ايه تاني مع المرجان؟ جايبه بولتي، لان عندنا فصيله بتحب المرجان وفصيله ما بتحبش المرجان، فانا جايبه بولتي كمان معاه. الكيلو البولتي انا جايباه بكام؟ كان ب75 جنيه. كيلو البولتي عامل 75 جنيه. آه غالي، نعم شوية، بس يعني يعني سعره مش وحش، سعره يعني كويس الأيام دي بالنسبة للأيام اللي كلها كل حاجة غالية فيها. ممكن تلاقي أرخص، ممكن، بس الأصغر منه، يعني أنا شفت الأصغر منه كده يعني ممكن تشويه كان ب55 جنيه. كان أصغر يعني، يعني السمكية يعني تلتين السمكة دي، تمام.
بقصقص بقى الشوك بتاعه كله، اللي هي اي زوايد فيه كده اقصقصها بالمقص، وافتح بطنه. انا هعمل معاكم بس سمكتين، مش هعمل معاكم اكتر من كده. وهقص بقى الخياشيم، وهقص الزعانف. سوري على المنظر بجد، انا اسفه، بس انا عايزك تتعلمي ازاي ايه تنضفيه لو انت مش بتعرفي تنضفيه. وفي حاجه كمان عايزه اكلمك فيها، انا عايزاكي تتعودي. انت اصلا بقابل بنات كتير في حياتي دايما يقولك لا احنا بنقرف نفتح السمك، احنا بنقرف ننضف الفريخ. لا ما تقرفيش، انت حاجه بتحبيها وبتاكليها، اتعودي انك تشتغلي بيها، ت... وانك ايه وانك يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انت بتاكلي الحاجه يبقى ما بتقرفيش منها، زي ما بتقرفيش من اكلها ما بتقرفيش من نظافتها. انت بتنضفي الحاجه بايديكي، انت تبقي واثقه انت بتنضفي الحاجه ازاي. وكده. يعني انا دلوقتي لو جبت مثلا ايه كيلو سمك زي دوت ورحت نضفته مثلا بره، هياخد على التنظيف مثلا ايه 10 15 جنيه. طب ليه؟ يعني انا بدل ما اجيب الكيلو ب75، ممكن اجيب الكيلو ويوصل معايا ل85 جنيه وال90 جنيه. طب وليه انا بقى ما نضفش يعني؟ وكده بقى انت لو جبتي بقى 2 كيلو او 3 كيلو كمان، هيرمي معاكي اكتر في التنظيف. فانا ممكن بال15 جنيه اللي هنضف بيهم، ولا 10 جنيه اللي انا هنضف بيهم دولت، آه ممكن اروح اجيب مثلا كيلو نص رز اعمله جنب السمك. ممكن اروح مثلا اجيب اي حاجه احطها في البيت، اجيب طماطم، اجيب خضره، اجيب اي حاجه. يبقى انا كده استنفعت بالفلوس دي. والتنظيف ما بياخدش وقت والله العظيم. يعني انت يعني بالكتير قوي نص ساعه تكوني مخلصه السمك اللي انت جايباه تنظيفه ونقعاه ومظبطاه. هو السمك كله وقته في تنظيفه يعني. آه ما تقرفيش، انا عايزاكي لو انت بتقرفي مثلا من كده حطي كمامة على بقك مثلا عشان ما تشميش الريحة بتاعته. بس والله العظيم الاسماك والحاجات دي نضيفة مش وحشة. بس كل الحكاية انت بس محتاجة تتعلمي تنضفي ازاي. بصي انا بشيل الزوايد بتاعته كلها، اقصقصها كويس جدا. اللي عند البطن في هنا وهنا، والديل، واقصقص الزعنف بتاعتها كلها، واقصقص الخياشيم بتاعتها، وبشيلها خالص الخياشيم. يعني انا بخلص منها خالص نهائي، وما بخليهاش تمام. بعد كده بغسل السمك بقى بعد ما اخلصه تماما، واجي اعطيله شطفه كده سريعه تحت الحوض ونقعيه. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بغسل يعني الكرونه اللي كنت بعمل فيها دلوقتي اللي هي البلاستيك دي. فانا خلصت السمك تنظيف، ما ينفعش احط بقى مكانها تاني، وهي كلها كان مكانها اقدام، وكان لها دهن مكان السمك وتنظيفه ومكان مصارين وكده. فلازم اشطفها كويس جدا بالصابون واتاكد من نظافتها. بعد كده ابتدي اغسل فيها السمك تاني علشان يبقى ريحته ايه نضيفة. يعني عودي نفسك، طالما احنا نضفنا في حاجة يبقى يعني نجيب حاجة مكانها نكمل بيها بقية شط في السمك، او مثلا الفراخ او اي حاجة بتشطفي فيها. يا اما تغسلي الحاجة اللي انت فيها وتغسليها كويس جدا بالصابون والليفة، وبعد كده ايه تبتدي تشتغلي فيها تاني. بصي بقى انا نضفته كله، هقعد بقى تحت الحنفيه سرسوب صغير، واقعد افتح قلبه كده واتاكد ان نضفته كده من جوه ايه جميله كده بقى ابيض كده وحلو. مكان الخيشيم لو في حاجه لسه متعلقه مكانها اشدها اخلعها كده يعني. بتعلمي تنضفي الحاجات دي توفير ليكي انت. احنا في زمن صعب والحاجه فيه غاليه جدا. انت لو وفرتي 5 جنيه ورحتي جبتي بيها آه، مثلا لو شويه بقسماط وتحطيهم عشان تعملي بيهم بانيه، انت كده وفرتي. لو وفرتي 15 جنيه رحتي جبتي بيهم نص كيلو رز او انت كده وفرتي. لو جبتي عارفه والله لو جبتي كيلو طماطم وحطيتيه في البيت من التوفير اللي انت وفرتي، انت كده اللي كسبتي. فحاولي تعلمي تنضفي الحاجات دي في البيت وخليكي شاطره كده وجميله. آه بصي بقى انا كده هنضفه كله. بصي واحده واحده تحت الحنفيه كده، وكبي بقى واملي تاني ونضفي، وبعد كده هننقعه. بس بقى بعصر ليمون، هعصر ليمون واحط دقيق على الميه، وممكن تحطي ملح لو انت حاسه. أنا بس أنا ما حطيتش يعني. انا حطيت ليمون ودقيق. الدقيق ماده جميله جدا 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 في غسيل السمك والفراخ. بيعمل ايه بس في السمك؟ بيشيل ريحه الزفاره القويه اللي فيه. مع مثلا ايه السمك ساعات تيجي كده تحسي ان هو ايه مقدم كده، يعني بيبقى كأن في دهن. لا الدقيق بيمحيلك ده خالص، بيمحيلك
الحاجات دي من على السمك، تلاقي السمكية تمسكيها كده مش بتزفلط في ايدك كده، لا وناعمة، لا لا، تلاقيها ايه، اتمسحت مسح كده منها. في الفراخ، اللي هي المادة اللي هي بتبقى اللزجة اللي فيها، اللي هو الزلال اللي فيها، اما تحطي دقيق عايزة اقولك حرفيا بتتشال، بتتمسح مسح كده. بصي بقى البرطمان دوت اخر شوية هريسة من الخضرة، اللي هي تتبيلة السمك اللي بعملها معايا من البرطمانين اللي انا كنت عاملاهم المرة اللي فاتت، خلصتهم. انا كنت عاملاهم يعني، ما كنتش مصوراهم معاكم، بس دول كان عندي في التلاجة، ده كان اخر، كنت عاملة برطمانين، ده اخر برطمان فيهم. آه في فيديو بقى ان انا منزلاه لكم المرة اللي فاتت اللي قبل دوت، ده بتاع هريسة الشطة اللي انا عاملاها، وتتبيله السمك الجديده اللي انا عاملاها برضو. هحسب لكم الفيديو في نهاية، في شاشات النهايات في الاخر، وهسيبه لكم برضو في الاي فوق، ان شاء الله تفتكري وتشاهديه، يعني لو انت حابه تشوفيني انا عملتها ازاي. الهريسه دي طبعا انا ما بستغناش عنها نهائيا في البيت، نهائيا حرفيا، جميله جدا 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 جدا. يعني انا لما اعمل السمك حاجه زي كده، لو جايبه جاهزه، مش لسه بقى هعمل تتبيله للسمك وكده، لا، حاجتي جاهزه، اطلع البرطمان من التلاجة، اشتغل على طول وخلاص على كده. بصي بقى السمك انا حشيته، بعد كده يعني هديله بس ايه، بالسكينه كده فتحه كده في ظهره، بحيث ان التتبيله تخش جواه. بعد كده ارش عليه شويه تتبيله واسيبه بقى. بصي بقى ايوه، رش بقى عليه شويه تتبيله دلوقتي، وتعصري بقى ليمونه كمان، يا سلام. انا عايزه اقولك احلى اكله والله، اكله السمك دي بصراحه بتبقى احلى اكله بجد يعني. اهو بقى ونعصره ليمونه كده، وبقى نجيب بقى السمك بقى، نقعد نقلبه فيه بقى، فوقيه تحتيه فوقيه تحتيه كده، لغايه لما يتشرب كله بقى من التتبيله، وهسيبه بقى اركنه بقى. بصي بقى انتي النهارده عامله سمك، حاولي مثلا يا اما تجيبيه قبلها بيوم مثلا، لو انتي بتحبي تتغدي غدا بدري، تنزلي السوق مثلا النهارده، بكره هعمل سمك، يبقى انزلي النهارده السوق. يا اما تنزلي الصبح بدري تجيبيه وتشتغلي فيه وتركنيه لغايه لما تيجي تستخدميه، التتبيله بتاعتك ملحها مظبوط، فمش هيملح معاكي. لو انتي حاسه ان التتبيله فيها ملح كتير، يبقى تتبليه قبل ما تقليه بحاجات بسيطه. المرجان بقى طبعا انا برضو غسلته كويس جدا وصفيته بعد ما كان منقوع. هاخد بقى التتبيله دي كده، بقيت التتبيله، بصي البرطمان ده كده خلاص خلص معايا. هجيب بقى معلقه من التتبيله التانية الجديده اللي انا عاملاها. بصي ده التتبيله الجديده، هاخد منها معلقه بس كده. وطبعا هو عليه بقى الكزبره الناشفه، وعليه الملح، وعليه الكمون، وعليه كل حاجه، عليه كل حاجه، مش محتاج اي حاجه خالص. بس وكمان عليه ليمون، بس انا هديله نص ليمونه كمان، يعني انا كمان حاطه لو على التتبيله دي برضو ليمون، فانا هديله بس ليمون، نص ليمونه بس، يعني ايه زياده الطعم. وهديله تقليبه كده برضو، واركنه على جنب. ركنته على جنب حوالي ايه كده، ايه نصايه كده على جنب، لغايه لما فكرت ايه، شفت الاولاد مثلا اللي جه بقى من امتحان، اللي جه من الحضانه، اللي جه مش عارفه ايه، فانا حسيت بقى ان هم كلهم عايزين يتغدوا في الميعاد ده، فانا ابتديت بقى ايه، اعمل زي ما قلت لك كده. آه عايزه اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. النور هنا قطع، عشان لو تاني الاضاءه اتغيرت ليه، هو النور هنا كان قطع وهما كانوا عايزين بقى يتغدوا، فانا قلت بقى ايه ابتدي اشتغل. عملت ايه بقى، جبت بقى صينيه وحطيت عليها دقيق. حاولي تحطي الدقيق اللي انت تبقي مستخدماه، متحطيش كتير اوفر قوي، بحيث ان هو ميبقاش معاكي. يعني انا الدقيق ده عايزه اقولك حرفيا كفني لاخر سمكه. يا اما لو انت بتشكي في الموضوع، حطي معلقتين معلقتين، لما يخلصوا حطي تاني. بصي بقى انا بحط دي عادي عادي خالص، ممكن تحطي عليه كركم، ممكن تحطي بهاريه زي ما انتي عايزه تبهريه، ممكن تحطي عليه كركم، ملح، فلفل، كمون، حاجات من دي، وتبهري دي لا انا ما بتبهرتوش، ده دقيق عادي خالص. فضيته واشتغلت بيه على طول. بس الحركه بقى اللي تخلي السمك معاكي حلو، اه اعمليه كده، يعني بدريه بالدقيق وحطيه على جنب، بدريه كده بالدقيق. ايوه. بصي اخر سمكيه، اخر دقيق معايا، بتضربي الدقيق ورصيه على الصينية كده وسيبيه. ابتدي بقى ولعي على الزيت وسخنيه، واول حاجة بدرتيها بالدقيق، ابتدي انزلي بقى في الزيت. كده بقى الزيت عندك مش هيبقى فيه وقع دقيق، مش هيسود بسرعة، هيحتفظ بشكله.
انا بقولك اللون النور كان قاطع، فانا بعتذر يعني. بصي بقى، انا كده كنت عملت هنا بقى ايه، رز صياديه اهوت. بصي ده شكله. حمرت البصله كويس جدا لغايه لما احمرت معايا، ونزلت عليها الرز تشويحه. بعد كده حطيت عليه الملح بتاعه، وحطيت عليه معلقه كمون، معلقه كزبره، و وحطيت عيار الميه بتاعه وسبته. بصي بقى، عودي بنفسك لما تيجي تقلي سمك، حاولي تقلي في حاجه عاليه يعني. حله مثلا، دي صينيه عندي، دي صينيه. فانا بحب اقلي فيها ليه بقى؟ لما تيجي تقليه تلاقي البوتاجاز ما اتبهدلش معاكي، تلاقيه مش ما طرطش وما اتبهدلش وبقى جميل جدا. آم، المرجان او الموزه او الاسماك اللي هي الصغيره دي عامه، حاولي لما تيجي تحمريها، يعني انا بحمرها اهو، ما بقلبهاش على الوش التاني وارجع اقلبها تاني، لا انا قلبتها على الوش يعني. خلاص هي احمرت وخدت كفايتها من الوش ده، وارجع اقلبها على الوش التاني واسيبها بقى تحمر. برضو لما تستوي بقى خلاص، ارجع بقى ايه مصفيها كده، مطلعها على ورق ابيض او في مصفى يتصفى. بعد كده برصه في الاطباق. إيه، هحط بقى معاكم النور كان قاطع بقى، عايزه اقول لك وشغاله، والاولاد جم وكانوا جعانين. وكنت بقى خرط السلطه بقى، وانا واقفه كده بخرط السلطه، وفي نفس الوقت بحمر في السمك. كله كده وانت شغاله كده في ايد واحده. خليكي شطوره. بصي هحط بقى معاكي البولتي، بس مش هكمل معاكي قلي عشان خاطر انا كنت شغاله بقى في السلطه، وابتديت اغرف بقى الاطباق وافضي الاكل، وادي كان الاكل بتاع. بصي المرجان شكله يفتح النفس. قسما بالله انا يوم ما بيبقى في عندي سمك بحر، ما بعرفش احط البوري والبولتي والماكريل والحاجات دي، ما بعرفش احطها في بقي زي ما باكل من سمك البحر ده. طعمه خطير خطير خطير، جربيه ان شاء الله هيعجبك. وطبق السلطه، والله بقى لو طبق البتنجان والفلفل بقى الحراق، وكمان طبق الطحينه جنب منه. بس انا ما عملتش الحاجات دي. آه او بابا غنوج او اي حاجه من الحاجات دي، لو انت حابه تزودي يعني في اكلاتك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.